عليكم. النهارده جينا لكم فيديو جديد عن مشتريات لسه مشتريينها النهارده، فهنعرضها لكم ونوريها لكم بالنسبه للعنايه بالبشره او الشعر او منتجات ميك اب وشويه تسالي يا جماعه. احنا جبناها واحنا ماشيين الصراحه كان نفسنا فيها. مشتريات يا جماعه بصوا كل حاجه، يعني مش متوقفه على نوع حاجه معينه، فهنعرضها لكم دلوقتي وهنشوف ايه الحاجات اللي احنا جبناها. يلا بينا. اول حاجه يا جماعه بدانا بيها وهنبدا نوريها لكم هي منتجات الميك اب. اول حاجه يا جماعه جبناها هي اللاشز ديت، شكلها جميل قوي وتحفه، اللي هي بتبقى اللي هي صغيره، مش بتتركب لوحدها كده، مش الرمش كله على بعض. ايوه بتبقى قطعه كده. احنا كنا لسه جايبين يا جماعه قريب اللي هي بتبقى كامله دي، كلها مع بعضها قطعه واحده اهي. شايفينها اهي دي كده بتبقى قطع صغيره كده وانتوا بتحطوها. هي دي يا جماعه، هي كذا صف بقى. تقيله كده، شكلها حلو قوي. دي كده كانت اول حاجه اهي شايفينها دي. هي بتبقى درجات يا جماعه، بتبقى درجات من الاخف للاعلى كده هو يعني. فدي كده اول حاجه معانا. حابين بقى انتوا تركبوها في الاول، تركبوها كلها صف عادي من التمرين. هي بتبقى قطع صغيره بتفكوها وتاخدوا. بعد كده معانا النيلز. احنا كنا جايبين قبل كده اشكال لسه جايبينها في العيد، مشتريات العيد، وعرضناها في مشتريات العيد صندوق الوصف. بصوا يا جماعه احنا طبيعي كل ما ننزل نجيب شكل جديد. شايفين شكلها؟ تبقى لونها بينك كده وفيها رسومات بيضه كده من فوق، شكلها جميل قوي كده فعجبنا. احنا كنا جايبين كذا نوع تاني، يجي 5 أو 6 انواع تانيين، هنسيب لكم صندوق الوصف، كنا جايبينها على العيد. دي كده نزلنا فلقيناها شكلها جميل قوي وشيك فعجبتنا فجبناها اهي. دي كده كانت تاني حاجه معانا، اوريها لكم برده، طلعها لكم الكيسه. شكلها جميل على فكره. ده احنا لما رحنا جبنا وكده موجوده بشكل ضوافر. يعني ايه؟ يعني انتوا لو الضوافر بتاعتكم عريضه هتلاقوا يعني على حسب المقاس كده بتحط كده. على حسب المقاس. والله يا جماعه احنا كل ما ننزل بنطلع بخساره يعني. شايفين كده شكلها حلو قوي، لونها هادي. احلى حاجه ان لونها هادي بصراحه. تالت حاجه عندنا، بصوا انا كل ما انزل يا جماعه كان نفسي اجيب ايلاينر الصراحه، بس كنت كل ما اجيب معرفش بيخلص معايا. انا بحب القلم، بحب الايلاينر القلم، مش بحب اللي هي الفرشه وكده. مش بتبقى مريحه. ما بعرفش اعمل بيها. دي بيبقى احلى. وكنت كل ما اجيب القلم الايلاينر بيفضى بسرعه، يعني هو بيكملش الصراحه يومين 3 وبيفضى. فاحنا جبنا دي. هوريهم العلبه اهي. بصوا يا جماعه دي بقى فيها شكلين، بيبقى هو جنبين باينه. جنب اللي هو بيبقى الرسمه الاساسيه بتاعت الايلاينر جاهزه، وقلم كمان رفيع. اتمنى يا جماعه اللي هي تعمل معانا طويله. بصوا بقى على طول بتنشف بسرعه. القلم هو القلم اهو، باينه ولا لا؟ اهي يا جماعه الناحيه سن رفيع والناحيه التانية سن العريض. بصوا ده القلم نفسه، شايفين من ورا؟ باينه ولا لا؟ باينه تقريبا اهي. وقفيه بالجنب مش وشه. انا بنحاول باقصى حاجه يا جماعه نوريها لكم. بصوا انا هعملها لكم هنا اهو. بصوا هو جنب بيبقى سن عريض، شايفين؟ ده سن العريض اهو، ده بالرسمه يعني تتحط جاهزه رسمه. ايه رايكم؟ ده كده من الجنب الاولاني. الجنب التاني بقى هو القلم العادي الرفيع، الناحيه التانية السن الرفيع اهو. بصوا انا كنت مجربه على ايدي اساسا. ايه رايكم؟ بصوا لا بجد تحفه يعني. اتمنى ان هو يعني ما يفضاش من اول ده بيبقى يومين. احلى من اللي هي الفرشه. اتمنى ان هو ما يفضاش. ده كده كان الايلاينر اللي احنا لسه جايبينه. ايوه، والعلبه بتاعته اصلا هي موجوده عليها سن تخين وسن رفيع عشان يحدد الشكل كده على طول من غير تعب. بعد كده معانا المشط الكيوت ده، شكله جميل جدا بصراحه. باين ولا اهو؟ بيبقى هما 2 مع بعض كده، شكلهم جميل. هفتحها برده واوريها لكم. اللي جذبنا ليها يا جماعه ان هي الصراحه الوانها كيوت قوي. شايفين؟ يعني رقيقين جدا. شايفين ده كده؟ ليه عليه رسمه على فكره. ده بيبقى هو ليه رسمه كده موجوده ضيق وتخين. شايفين؟ احنا بنحاول يا جماعه نوريكم الحاجه بدقه عشان انتوا لو عايزين تشتروا تبقوا عارفين الشكل عامل ازاي. بيبقى هنا ده ضيقه وهنا واسعه، وهنا ده بتاعه برضو معاه نفس الشكل كده برضو اهو. شكله هادي ولونه هادي وجميل قوي بصراحه، فعجبنا فجبناه. في منه الوان كتير بس ده كان احلى يعني. احلى لون. بعديها يا جماعه بصوا عشان انا بحب الصراحه اي حاجه لونها اسود وكده، فلما رحت جبت اللي هي الطرحه بالبندانه دي كده، فانا محتاجه اغير البندانات ياما. دورت الصراحه على البندانه اللي هي من غير خيط بس بتربط من ورا، مفيش ما لقيتش. كلهم تبقوا مقفوله.
بنحب البندانات اللي من غير خيط يعني، اللي هي فدورنا بيبقى وكده شبه ما لقيناش اللي هي بقى بتتربط من شايفين ورا، المسافة بتبقى هنا كبيرة كده. فاضطرينا يا جماعه نجيب البندانه اللي هي العاديه، البونيه العادي. بس اهم حاجه من غير خيط. ده بونيه اهو عادي، بس للاسف يعني مش بيتربط من ورا عشان ما لقيناش هي خالص. كلها على بعضها مقفولة اهو ده بقى احلى حاجه ان هو مفيش خيط. يعني الخيط ده المسافة بيوجع كلها. دماغي. مش كلها حته واحده. شايفين يعني دي كلها كده في سادة، بندانات كانت في بتبقى خياطه كده عامله من حته وكانت بتبقى شكلها مش حته حلو. ضيقه كده، حته صغيره. شايفين ان هي بتبقى سادة كده، واحنا بنحب المسافه كبيره. دي شكلها جميل قوي وحلوة، بس هي بتبقى مقفولة مش بس بتتربط مشكلتها من بقى ورا. انها ممكن تتمط، يعني هي اه احلى يعني حاجه اه البندانه ما- اللي بتتربط انت بتتحكمي فيها. دي بقى لو اتمطت هتضطري بقى تحطيها بدبوس وكده، اه فبتبقى دي اوحش حاجه بس فيها هي يعني. قماشتها حلوة يعني بتتمط. اه في قماش بتاع بندانات ما بيتمطش بيبقى وحش قوي. بيوجع الدماغ جامد. ده كده يا جماعه كان مشتريات تبع الميك اب وحاجات تانية بس زياده. في حاجات لسه تانية في حاجات ثانيه ما احنا مجبناش كله يا جماعه من مكان واحد. من كذا مكان، هنوريكم كل حاجة معانا. بس لو وصلتوا معانا لحد هنا متنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. احنا بنعمله. كمان ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنكمل معاكم باقي المشتريات ونوريها في لكم. حاجه يا جماعه من فقره العنايه طبعا، هي البادي سبلاش دوت يا جماعه. احنا كنا عاملين لكم كذا بادي سبلاش برضو، كنا عاملينه مع الميك اب ومشتريات العيد. هنسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. فده كده جديد، ده لسه جايبينه. ثابت جدا يا جماعه. شايفين؟ مركز يعني. فده حلو، ريحته كمان قويه وجامده قوي وبتثبت. ريحته ريحته جامده قوي. ريحته حلوه. بصوا انا مناخيري مسدوده بس شماها. ريحته قويه. ريحته حبه. تحفه. وهعطس دلوقتي. ريحته قويه وجامده قوي. حلو قوي. ريحته خطيره خطيره خطيره. بعد كده معانا شامبو مينك. ده هنا لشعر صحي وناعم، ده بجوز الهند وزبده الكاكاو. وريحته يا جماعه حلوه قوي، بيخلي الشعر ريحته حلوه. ده كده شامبو، ده شعر صحي وناعم زبده الكاكاو وجوز الهند. جميل قوي، ننصحكم بيه يعني. احنا على طول بنجيبه فهو مريح، عشان كده بنجيبه تاني بنكرره. في لسه يا جماعه نعرض لكم بقيه الحاجه. كنا جايبين الحاجات الاولانيه دي من جزء يعني من محل، مكان وده من مكان تاني. ودولت كده من مكان تاني. بصوا بقى يا جماعه الحاجات القمر والكيوت اه. اللي احنا جايبينها دي. تارا! ايه رايكم؟ بصوا بقى الحاجات الكيوت دي روعه. شكلها جميل قوي بصراحه. بصوا يا جماعه ستيتش. قطه كيتي. ايوه يا جماعه القطه كيتي. دي بقى يا جماعه احنا قاعدين تحفة كده قوي. ممكن نحط فيها ميه، ممكن نحط فيها ايس كوفي. دي بقى فيها كمان الاسترو بتاعتها. تقدروا حطوا كمان فيها- تحطوا كيوت فيها قوي يا عصاير جماعة. وكل حاجه. احنا في رمضان كنا جايبين منها، كانت الكبيره. كان حجم كبير. للاسف والله يا بس جماعه كانت احنا إزازة من غير دول. رحنا ندور على نفس الازازه كنا اللي هنجيب انتوا تاني اكيد ما لقيناش منها. ما لقيناش، فاتفاجئنا بالحاجات الكيوت دي ما شكلها رضيناش حلو نمشي قوي. غيرها. بصوا جميله قوي بصراحه. ان شاء الله يعني تعيش معانا يا جماعه. يا ريت، بس اهم حاجه ما تقعش عشان الازاز ده الازاز ده خطير انه يعني. بيتكسر بسرعه. بنبقى يعني الواحد يبقى عينه عليه كده ان هو ايه حريص عليه ما يقعش. فدي كده اللي عجبنا شكلها، لقيناها شكلها كيوت قوي وصغنونه كده وحلوه. بس يا جماعه التانية اللي احنا كنا جايبينها في رمضان كانت كبيره كده. فدي كنا اللي هي بنستعملها طول باللتر شهر رمضان. واللتر كده حاجه زي لكن دي كده. صغنونه دي كده، كانت تحط فيها من عصير الكبير على يا جماعة. المكتب جنبكم وحاجات انتوا قاعدين كده. تعالوا برضو نوريكم باقي الحاجه. كمان علبه المناديل دي اساسيه في على المكتب. كده بقى معانا عشان الاجازه جبنا ايه؟ الجيلي. جيلي بكذا طعم، وكمان جبنا بيكنج باودر علشان الكيكه نعملها في بنعمل الأجازة. كيكات ياما في اجازه وكده. جبنا الجيلي ده اللي هو بالتوت، وجبنا بالتفاح وجبنا بالمانجا. طبعا يا الحاجات جماعه دي بتبقى مفيش احلى مسلية من قوي الجيلي. في الاجازه. مفيش احلى وسهل الجيلي. وسريع مش بياخد وقت خالص. سواء الجيلي او البيكنج باودر عشان تعملوا الكيكه سهله وسريعه بصراحه. احنا قبل كده كنا عاملين كيكه الشوكولاته، كانت جميله وتحفه جدا. هسيبها لكم برده في صندوق الوصف. طبعا يا جماعه احلى فقره عندنا هي فقره المارشميلو المارشميلو. والجيلي. الكلام صراحه ده يا جماعه. الكاندي دي جميله قوي. بصوا يا جماعه احنا هنفتحها دلوقتي معاكم وندوقها. وهندوقها. احلى فقره. ده هنا ده اللي هو جيلي. نفتح جيلي الاول المارشميلو اللي هو العادي ده يعني. اهو ده كده المارشميلو ده اللي هو بيبقى ابيض وبامبي. نفتحه ندوقه معايا. هنقيمه يا جماعه كمان. ناخد الابيض. الابيض انا عايزه البامبي. بحب قوي المارشميلو بصراحه. شايفين يا جماعه الحلاوه حاجه تحفه. روعه حلو قوي. روعه جدا يا جماعه بصراحه. حلو قوي. ده طبعا اساسي اللي عندك اكتئاب، عندك توتر، عندك ستريس، عندك اي حاجه يا جماعه روحي خدي على طول مارشميلو. مارشميلو والجيلي اي حاجه مسكره كده يا جماعه من هتروقي على نفسك. بصراحه يا جماعه دول ادمان بالنسبه لي. جمال قوي. مارشميلو سواء الجيلي
عندهم معاكم برضو في نوعين جيلي، احنا جايبين نوعين جيلي من دول. نفتح الاول البطيخ. مش ده بطيخ؟ اللي هو جيلي بطيخ. باين. نفتحه. ده ريحته لذيذة قوي. ايه ده؟ ريحته منوكير. ايه ده؟ ده ريحته منكير اهو، شايفينه؟ باينه. بطيخة بطيخة كده اخضر في احمر، وعليها معرفش سكر ده ولا ايه. احنا على طول بنجيب المارشميلو بصراحة، والجيلي اللي هو العادي. ده ايه؟ دي فيها هي لزقه شويه. بس حلوة أوي. بس حلوة جميلة. مش حلوه قوي. لا جميلة. جميلة. ومش سايبه كده بتنط معاك. لا ماسكة في نفسها. في بصراحه ما ساعات عجبتنيش. كنا بنجيبه تلاقيه سايح كده، مش حلو، لكن دي جميلة. لا ما عجبتنيش قوي. لا جميلة. تحسي فيها لسعة ليمون. هو ليمون. جميلة دي يا يا جماعه جماعة. لا هي مش حلوه. ووتر ميلون جيلي كاندي. مش حلوه قوي. جميلة. لا حلوة. ما بفهموش. ده كده مارشميلو والجيلي البطيخ. عندهم معاكم جيلي الدببة. ندوق. انا واثقه في الدببه. انا ما كتبتش. فتح فتحش. نروح نجيب مقص نقصها ونرجع لكم تاني. دلوقتي رجعنا فتحناه يا لكم بعد جماعة. ما فتحناه. ورا شوفوا الدببة صغنونة الله جميلة. في الله. انا عايزه دببة انا عايزه صغنونة. احمر. انا كده استغرب. وريها لكم. دببة صغنونة خالص. شايفينها؟ باينة؟ اهي دببة. شايفين؟ دي الحمراء والصفراء جمال قوي. ايه الخضراء؟ بصوا الوانهم شكلها جميلة قوي. تصدق العافية. ملهاش طعم. ولا هي الصفرا ملهاش طعم؟ مش عارفة ملهاش طعم. ولا دي ليها طعم. حسيت طعمها يخنق. ما عارفة، حاسة بشد في استك. لا حلوه. حلوه يا جماعه. بطيخ. حاسه ليها دخان بيطلع على المناخير بيخنق. البطيخ كانت احلى. لا دي حلوه. البطيخ دي تحفه. اول حاجه المارشميلو. بصوا الوان هي. بعد كده جيلي بير. بعد كده البطيخ. دلوقتي يا ألوان جماعه كذا المركز لون. الاول. لا البطيخ المركز الاخير. لا دي المركز كده الاول دي. والبطيخ وبعد كده دي. لا. البوق الخضراء يمكن يكون في طعم مختلف شويه. مش عارفه طعم ايه. انا الاول توقعت ان هي طريه يعني. بس تشد بالعافيه. حلوه يا جماعه. عشان نقول لها لا. فبعد كده يا جماعه ما دوقنا الكاندي اللي احنا جبناه مارشميلو وجيلي، جبنا كمان مريالة مرية المطبخ. ايه رايكم؟ هنوريكم شكلها شكلها برضه، كيوت نفتحها. قوي. هنوريها لكم يا جماعه ونفردها لكم كده. نفتحها لا معاكم. حلو. شكلها حلو قوي، لونها جميل عشان كان في كده منها جبناها. الوان احنا اخترنا دي. دي كده. شكلها تحفه. ايه رايكم؟ بصوا كيوت يا جماعه. برباط هي من الجناب كده، ودي من فوق في الرقبه. شكلها حلو. من ورا هي عادي كده ساده من ورا. من قدام فيها جيب ولونها جميل قوي. ونفتح نفسكم كده انكم تخشوا تطبخوا. ايه رايكم فيها؟ ده جيب. ده جيب بقى وانتوا واقفين في المطبخ تشيلي اي حاجه. مرية المطبخ اللي جبناها مع المشتريات اللي اشتريناها النهارده وعرضناها لكم من اول الفيديو، فدي كده كانت اخر حاجه معانا. فلو وصلت معانا لحد هنا ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد احنا بنعمله. كمان ما تنسوش صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بس كده. باي باي باي.